السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. شكرا لكاع البنات اللي كيدعموني، شكرا لكاع التعليقات الزوينه ديالكم اللي خطيكم عليا. اليوم وصفه جديده رائعه بزاف، انا متاكده غتعجب بزاف البنات لانني لقيت تعليقات كثيره كيطلبوني الوصفه كيف ما هاد الوصفه هادي لعقد النوم، باش تعقدي النوم ديال الحبيب ديالك، سواء كنتي منفصله معاه او غير منفصله، او كنتي مطلقه مع الزوج ديالك، او يعني كان فراق بينك وبين الحبيب ديالك، واخا يكون بينك وبينه البحر. طبقيها بنفس داكشي اللي غنقول لك، وراها سهله بزاف، والمكونات ديالها راهم بساط بزاف. يعني سهله سهله سهله، والله العظيم البنات كتعقد النوم ديال الحبيب. الليل كامل غادي يبقى يفكر لك حتى يوقع صلح وهضره وكلام بينك وبينه، اولا قل اهتمام بينك وبينه، ما بقاش معاك تبدل عليك، خدميها ليه كيف ما كان النوع ديال الحبيب ديالك او الزوج ديالك. واخا يكون الطبع ديالو عنيد متعفر متكبر، خدميها ليه، راه زوينه، غتشوفيه ولا حرير بن يديك. ها انتم البنات جيبوا ليا اوراق ديال الزيتون، اوراق ديال شجره الزيتون. هاد الاوراق ديال شجره الزيتون غير باش تعرفوها البنات، رائعين جدا في الجلب. خاصكم تعرفوا هاد القضيه هادي، راهم واعرين في الجلب. راكي الاسرار ديالهم كيعرفوهم غير الناس اللي يعني عندهم درايه بهذا الامر هذا. هي هاد اوراق شجره الزيتون خطيره بزاف في الجلب ديال الزوج او الحبيب. المهم البنات غتجيبوا لي 4. بالنسبه للبنات اللي ما حداهم حتى شي شجره، يعني ما حداهم شي شجره، منين يقطفوا الورق ديال شجره الزيتون، يجيبوا يمشيو عند العطار او العشاب، راه كيبيعهم يابسين، ماشي مشكل، هو سواء كانوا خضرين بحال هكا او كانوا يابسين، ما كاين حتى شي مشكل. فهمتوني البنات؟ يعني ما كاينش، ما عندناش مشكل، واخا يكونوا خضرين واخا يكونوا يابسين. المهم البنات نكمل لكم الوصفه. غتجيبي غير قلم عادي، من الأحسن إلا كان أحمر، وغتكتبي هنا، تجي لهنا وغتكتبي عقد نوم، نوم فلان ابن فلانة. فهمتونا البنات؟ يعني بنفس الطريقة، ودائما الكتابة تكتبوها من هنا. هانتوما شوفوا معايا فين كتبت أنا، في هذا الراس هذا من هنا، عقد نوم فلان ابن فلانه. ما عندكش سميتو امو، كتبوا فلان ابن حواء حتى تكملي هاد الربعه ديال هذا كلهم، كتبي فيهم نفس الكتابه. فهمتوني البنات؟ بربعه بيهم. من بعد البنات غتجيبي الاصبع ديال رجليك، الاصبع باش من يجي يبقى تحت من رجليك، باش من اللي يرجع ليك يرجع مدلول طائع تحت من رجليك. البنات نتمنى الوصفه الى عجباتكم، بارطاجيوها ليا، حاولوا تبارطاجيوها ما امكن باش تشجعوني نزيد نجيب وصفات اكثر. وكنفرح بزاف مني كتشجعوني، كنحس براسي يعني انني وصلت الفكره الاغلبيه ديال الناس. وما تنساونيش البنات من التعليقات الزوينه اللي خدتكم عليا، وما تنساوش تخليو اعجاب. نكمل لكم الوصفه. غتشدي الصبعان ديال رجليك، ماشي تيديك، انا غير كنوريكم، وغديري ليهم فحال هكا. هانتوما البنات خاصهم يباتوا بحال هكا في الرجلين ديالك، ماشي في يديك بحال هكا، يباتوا في الرجلين ديالك هكا. تلبسي شي تقاشر، واخا يبانوا لك داروا هكا او هكا، تلبسي ماشي مشكل، تلبسي الجوارب او التقاشر باش ما يتنصلوش لك في الليل. هاد الخدمه خدميها بالليل. فهمتوني البنات؟ ملي غديريهم في رجليك اليمنى، رجليك اليمنى البنات اسمعوا ليا، وما تكونش عليك الحيض وما تكونش عليك الجنابه، غتقولي هاد الآية القرآنية اللي غادي نقول لك، اللي هي زوينة بزاف في العقد النوم. المهم البنات كنتمنى يكون كلشي واضح، كنحاول نفهمكم بأسهل طريقة. غديري ليهم بحال هكا ما بين صبعان رجليك بحال هكايا، وغتلبسي الجوارب في الرجل اليمنى، في الرجل اليمنى، وغتقراي هاد الآية. قبل ما تقراي الآية غتقولي فلان ولد فلانة، فلان ولد فلانة، فلان ولد فلانة. بسم الله الرحمن الرحيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فطاف
عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 7 ديال المرات. من بعد ما تعيطي ليه بسميتو 3 المرات وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وتقولي الآية 7 المرات، وتنعسي بهم في رجلين يباتوا في رجليك وانتي لابسه الجوارب. راها قسما بالله البنات خطيره بزاف، الجوارب هما التقاشر. من بعد البنات في الصباح غتحيديهم وغاديه تحرقيهم في النار، تحرقيهم فوق البوطه او غير بالبريكه، في الفرن، فاش ما بغيتي تحرقيهم. وملي تكوني كتحرقيهم قولي حرقت قلبك وعقلك عليا يا فلان ولد فلانه، حرقت قلبك وعقلك عليا يا فلان ولد فلانه. قوليها بدون حساب، وهاد الاوراق هادو اللي باتوا في رجليك كيتحرقوا. قسما بالله البنات راها طريقة مضمونة وزوينة ومجربة مجربة في كيفاش غادي كنتمنى بغيت انا البنات اللي غتجربها تكتب للبنات الاخرين باش الكل يستافد، لان بزاف البنات ما كيزعموش ويديهم باردين عليهم. فالبنات جربوها وكتبوا، ملي تجربوها كتبوا باش البنات الاخرين ياخدوا الفكرة ويتاهم يتشجعوا ويخدموا الوصفة. وراها طريقة البنات رائعة، كنتمنى تكون عجباتكم، كنتمنى نكون فدتكم بها. بالنسبة للآية فهذه الآية من سورة القلم، الآية 19، سورة القلم الآية 19. الآية بالنسبة للآية اللي ذكرت لكم. بالنسبة للبنات اللي ما كيعرفوش اسم الأم يديروا فلان ابن حواء أو فلان ولد حواء. ضروري تخدميها في الليل. ضروري تكوني على طهارة، يعني ما تكونش عليك الحيض، ما تكونش عليك الجنابة. تخدميها في أي يوم بغيتي تخدميها. كنتمنى يكون كل شيء واضح، يكونوا القراءات واضحين، يكون كل شيء مفهوم. راها طريقة البنات مضمونة بزاف وزوينه بزاف، وكنتمنى تكون عجباتكم. بالنسبه للبنات اللي كينوضوا للمرحاض في الليل فما تدخليش بها للمرحاض، ما تدخليش بها للمرحاض. صافي الا نضتي للمرحاض غير حيدي هاد الوريقات بالجوارب ديالهم وحطيهم ورجعي نعسي بلا ما ترديهم لرجليك، وفي الصباح حرقيهم وكملي الوصفه ديالك في الصباح باش تحرقيهم وصافي. وحاولي هذيك الليله يعني ما تشربيش الماء بزاف باش ما تنوضيش للمرحاض، باش يبقاو ليله كامله في رجليك اليمنى. انا كنأكد لحقاش واخا نذكر عليكم بزاف المرات علقه بزاف البنات كاتبين لي اش من رجل نديروها واش في اليمنى ولا اليسرى. مهم الله يسهل على جميع البنات. الله يوقف معاكم، الله يبلغ المقصود. كانت هذه وصفه اليوم. لايك البنات وبارطاج وتعليق، وشكرا بزاف وبسلامه.